الدفاع. المعار كهرباء اللي موجود من الاول المعار، ولا استني اللي في ابننا وجوز امه كان ماجد سامي، ولما انا قلت له ادفع $1,300,000 زي ما هم دفعوا السعوديه، قال لا انا عايز اقلب السعوديين بالحرف. قال لي انا عايز اقلب السعوديين بالحرف، عايز اقلب السعوديين، ودي اخلاق واحد هربان طبعا بره مصر. ده رجعنا اوباما امبارح الحمد لله، الولد مضى، احنا بندعم الفريق. فانت يا كذاب قبضت كام؟ خلاص. وعايز اقول بقى للولد الحرامي الاقرع، والولد ممدوح عباس، والولد هاني شكري، والولد عبد الله جورج، خلاص، والولد ابن العتال، الراجل فيكم يجي النادي هو موجود عشان تعملوا لعبكم، بدل ما تتامروا من بره عشان الاعضاء يضربوكم بالجزم، مش طايقينكم. انتوا خربتوا النادي، انتوا كلكم اعضاء مجلس اداره، وانت يا ممدوح كنت رئيس نادي. 306 مليونيه، اهدار ملعب مليار، مش كده؟ ولا بطوله. لكن مرتضى منصور لما خد دوري و4 كاس وسوبر و3 مواجهات من الاهلي وكسبوا، الهيجان تقول لي قد اللي كنتوا نزلتها درجه ثانيه يا راجل، ده انت اجوجو 40 مليون جنيه غير الغرامه اللي جات لنا. انا بعت 2 لعيبه بس، عملت لهم اعاره حوالي 100 مليون جنيه، 2 بس اعاره، تمام؟ فده غير عمر جابر وغير محمد عبد الشافي. فهذا الكذاب اللي انا اعمل له ملف هيطلع اتحاد دولي، هعرف اخد حقي كويس جدا. انا راجل قلبي برلمان، بفهم في القانون كويس قوي، وبقول لجماهير الزمالك خلي بالكم، مؤامره تدمير. انت راجل عندك ماتش مهم جدا جدا النهارده قبلها بيوم، طالع تتكلم فنيات، طالع تشتم رئيس نادي وتكذب وتحاول تشوهه. ان شاء الله باذن الله ربنا يوفق اولادنا ان شاء الله، وكل غلطه غلطتها يا ناس هتحاسب عليها بالقانون، وهتندم على اليوم مش اللي جيت في مصر اللي اتولدت فيه، لانك قليت ادبك من غير مناسبه. وبعدين انت راجل كل قعدت معايا مرتين في مارينا ومراسي، كلت سمك وجمبري وطلعت كلمت مراتك قدام الناس كلها، واعتقد كان مهم موجود وما اعرفش مين كان موجود، وقلت لمراتك انا في الجنه، والراجل ده عازمنا تعالي هنقعد لنا اسبوع عنده في الضيافه. وتاني مره كان موجود برضه فاروق جعفر وايمن حافظ ومجموعه تانيه كبيره، وقعدنا اتعشينا وكنت مبسوط جدا خلاص لما جيت مع اللعيبه. فانا عايز اقول لك انت انسان كذاب، ومتسجل لك حديث كامل انا بيني وبينك وانت بتشكر في مرتضى، وعايز انت اللي تفسخ العقد مش انا. فانا بقول لجماهير الزمالك خلي بالكم في مؤامره معموله على الفريق. الراجل ده لما خسر البطوله الافريقيه ما كلمتوش، خسر من الكبس ما كلمتوش، خسر من اتحاد العاصمه ما كلمتوش، طلعنا من البطوله الافريقيه ما كلمتوش، خسر من اتحاد خسر في النادي الاهلي 2 مع الرافه ما كلمتوش، وبطلع ادعمه واقول معلش عنده اصابات. لكن واضح ان الفلوس اللي انت قبضتها، وزي ما مدحت العدل قال ملعون ابو مش عارف ايه، بقول ملعون ابو الفلوس، ملعون ابو الانتخابات. وللاسف يا سياده خالد عبد العزيز اللي بيحصل في الانديه دلوقتي من الناس اللي عايزه تنزل انتخابات ومش عارفه